السلام عليكم يا حماة الديار. نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار عسكريين ومدنيين. أنا المقدم حسين هرموش من ملاك الفرقة 11 قيادة الفرقة. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر، ومهمتنا الحالية هي حماية المتظاهرين العزل المطالبين بالحرية والديمقراطية. تتلخص أسباب انشقاقنا ما يلي: أولا، القتل الجماعي للمدنيين العزل في جميع أنحاء سوريا. ثانيا، توريط ضباط وصف ضباط أفراد الجيش العربي السوري الحر بمداهمة المدن والقرى الآمنة. لقد أقسمنا في القوات المسلحة اليمين على توجيه السلاح في وجه العدو وليس في وجه شعبنا الأعزل. مهمتنا هي حماية المواطنين وليس قتلهم. ثالثا، قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمقابر الجماعية وارتكاب المجازر الجماعية، وخاصة مجزرة جسر الشغور تاريخ 4/6/2011. وأود توجيه الرسائل التالية: الرسالة الأولى، نخاطب ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش العربي السوري الحر: عليكم حماية المدنيين والأملاك العامة والخاصة والمؤسسات الحكومية من عصابات القتل والإجرام التي يقودها بشار الأسد في نظامه. ثانيا، الرسالة الثانية إلى الشعب السوري الحر العظيم الكريم بكافة طوائفه: اطمئنوا، نحن العسكريين الأحرار نذرنا نفوس أنفسنا لحماية طلاب الحرية والديمقراطية في سوريا الحبيبة. الرسالة الثالثة، نخاطب كل من غرر به من قبل النظام بأن ينضم إلى صفوف الشباب المتظاهرين العزل الأحرار في جميع شوارع سوريا، وسيعفي عنكم الشعب السوري العظيم، وإن لم تنضموا سيحاكمكم الشعب محاكمة عادلة أنتم والطاغية بشار. الرسالة الرابعة، إلى كل أحرار العالم: الشعب في سوريا يريد ركوب سفينة الحرية والديمقراطية وبصدوره العارية وأغصان الزيتون، فساعدوه على ذلك. أخيرا وليس آخرا، سلمية سلمية لا طائفية، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. سوريا باقية وبشار راحل. سوريا حرة وستبقى حرة. سوريا للجميع وليست للأشخاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.